قريب كنت متضايق جدا، بس لفت نظري حاجه. ينفع انا اتضايق كده على الفاضي؟ ما ينفعش. امال الكونتنت كريشن ايه بقى؟ لفت نظري ان اصحابي كلهم، ربنا يخليهم ليا يا رب، كلهم فعلا كانوا عايزين يفكوني وكانوا عايزين يخلوني مش متضايق، بس كل واحد بطريقته. طب ايه بقى احسن طريقه تقدر تفك بيها حد متضايق، او بلاش تفك، تقدر تتعامل بيها مع حد متضايق؟ علشان بجد في طرق مهما كانت نيتك حلوه بتبقى بشعه، صدقني. في كذا نوع، خلينا ندردش فيهم دلوقتي. هي دردشه حرفيا مش اي حاجه تانية، عشان هي تجربه شخصيه يعني مش اكتر. بس خلينا قبل ما نتكلم في انواع البشر اللي ممكن تبقى بتتعامل معاك وانت بتضايق، خلينا نفهم وانت لما بتتضايق او بتتصدم او بتتضايق من حاجه جامده قوي، انت ايه المراحل اللي بتعدي بيها؟ انت بتحس بايه اصلا؟ اول مرحله بتبقى بشعه بصراحه، الانكار. انت بتبقى مش مصدق اللي حصل، لسه دماغك مش عايزه تستوعبه. هو اسلوب دفاعي من عقلك بيعمله علشان ما يتصدمش، علشان هو يعني اللي حصل ده ممكن يبقى لود او حمل كبير قوي عليه، هو مش هيستحمله. فمن الاخر، لا يا باشا ما حصلش الكلام ده. ازاي؟ مين قال؟ دول كدابين كلهم، ما حصلش. انكار حرفيا. طيب خلينا ناخد كده تip صغيره. فانت لو في مرحله الانكار، مش طبيعي خالص ان حد يمسكك ويقول لك لا ده حصل كذا كذا كذا، اديله على وشه. يعني انا مش عايز اصدق ده دلوقتي، مش قادر اصدقه ومش مستعد ان انا اصدقه. فانت هتيجي تهزني كده وتقول لي لا ده حصل، هديك في وشك. فما تعملش ده مع اي حد عموما. لسه هنروح للانواع بتاعه الناس اللي ممكن تفكك بعدين، بس يعني عموما ما تعملش ده مع اي حد. لو شفت حد مصدوم، ما تحاولش تواجهه بالحقيقه. تاني مرحله بتعدي بيها لما تتصدم او تزعل جامد، هو الزعل بقى. ان انت متنرفز، زعلان، غضبان. خلاص انت ابتديت تصدق، خلاص انت عديت مرحله الانكار، انت عارف ان الاكشن او الحاجه اللي صدمتك دي حصلت فعلا، ومتضايق قوي وغضبان. طيب لو انت بقى لقيت حد في المرحله دي عموما، بلاش تواجهه، كلمه، خليه يفضفض، بس بلاش تخالفه في الراي تحت اي ظرف من الظروف. هيعورك، ده عشانك انت قبل ما يبقى عشانه هو. بس بكلم بجد والله، لو انت حريص على الشخص ده، ما تخالفوش دلوقتي. هو مش محتاج ده منك، وده مش هيفكه. خلي بالك يعني، لو انت شايف ان هو غلطان، ما تخالفوش برضه. تالت مرحلة هتعدي بيها ان انت تبدأ تفكر تفكير غلط جدا ومش حقيقي. ازاي تخلي اللي حصل ده يتصلح؟ ازاي تحل المشكلة العويصة اللي انت وقعت فيها او الصدمة اللي انت اتصدمتها؟ طبعا ده لو في اصلا اوبشن او الموضوع يعني ممكن يتحل. طيب لو انت شفت حد في المرحله دي، تقدر تكلمه بالعقل والمنطق، تقدر تبين له رايك لو رايك هيفرق. برضو كنا قلنا حاجه على فكره الاراء دي، لو انت رايك هيفرق في اكشن هيتاخد بعدين قوله. لو مش هيفرق في حاجه، بس انت هتقول رايك على حاجه حصلت، فما تقولوش. لا، جامل بس ما تقولش رايك ساعتها هيبقى ملوش لازمه، بالذات لو هو بيخالف راي الشخص ده، فهو فعلا ملوش لازمه، غير ان هو بس هيحبطه او هيرخم عليه. ففي مرحله المساومه دي، او اللي هو تحس ان هو بيحاول يحل الموضوع اللي ما بيتحلش، حاول تفكر معاه ازاي تحل الموضوع اللي ما بيتحلش. انا كده بقول لك خلي بالك ازاي تتعامل مع حد متضايق، مش تحل له مشكلته. محدش قال لك تحل له مشكلته اصلا. رابع مرحله بتعدي بيها لما تتضايق قوي، الاكتئاب بقى. انت بتشوف الدنيا سودا، انت ما بتبقاش عايز تشارك في اي حاجه مع اي حد، بتبقى عايز تقعد لوحدك، بتبقى كسلان تعمل اي حاجه وتاخد اي اكشن. لما تشوف حد في المرحله دي، ما تحاولش تفكه خالص بان انت تفضل جنبه وتفضل قاعد معاه وتفضل بتحاول تكلمه، بتحاول تفكه، بتحاول تقول له حاجات عشوائيه. ما تعملش كده خالص. يعني مهما كان الشخص ده عزيز عليك، احسن حاجه تقدر تعملها ساعتها ان انت تسيبه قاعد لوحده. هو مكتئب دلوقتي ومش هيطلع من الاكتئاب بتاعه لو انت قعدت معاه، فسيبه لوحده. هو كده هيكون مرتاح اكتر كتير، الا لو هو طلب منك ان انت تقعد معاه، ده موضوع تاني. بس عموما هو لوحده هيبقى مرتاح اكتر بكتير. خامس مرحله بقى هي التقبل. ساعتها الشخص ده مش هيبقى خلاص مش متضايق من اللي حصل، لا هو هيفضل متضايق برضه، بس ساعتها هو هيبقى لقى حلول. هو ازاي يتعامل مع ده، هو ازاي يتعامل مع حياته، او ازاي يتعامل مع اللي ضايقه ده وهو عارف ان هو مضايقه. بس ازاي اتخطى فكره بقى الاكتئاب وفكره ان انا خلاص انا مش بكلم حد وانا قاعد لوحدي ومش عارف ايه. ده بقى انسب وقت انت كشخص تقدر تتعامل مع الشخص ده وتحسسه ان انت جنبه، وتحسسه ان انت حريص عليه. ده لو هو شخص عزيز عليك يعني، وانت عايز تحط معاه اصلا مجهود ده كله يعني. طيب ايه بقى الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاك لو انت حد متضايق؟ خلينا ناخد الحته دي كوميدي شويه يعني، احنا قلنا الكلام المهم، فخلينا نتكلم كده على كذا شخصيه ممكن تعملهم. في شخصيه مقتنعه جدا ان هي المفروض تفكك باي طريقه ممكنه. انت متضايق؟ لا يا باشا انت مش هتتضايق، انت هتقوم دلوقتي وهتبقى زي الفل، وهنغني وهنرقص ونبقى تمام. ده مش صح عموما يعني.
انا متضايق فلا مش هقوم ارقص معاك ومش ما تكلمنيش كده. انا خايف يتفرجوا على الفيديو ده والله. طب عايز اقعد لوحدي، لا انت مش هتقعد لوحدك، انت تقعد معانا. في شخصيه تانية بقى منطقيه جدا، مهندسين، ما انا اصحابي مهندسين، هنعمل ايه؟ يكلمك بالعقل والمنطق وانت ازاي المفروض ما تتضايقش. تتضايق ليه؟ مفيش حاجه مستاهله، ده انت صح اصلا ان يحصل كذا 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 كذا، او غلط ان يحصل كذا كذا كذا، ويفضل بقى يفنط لك الدنيا كده ايه بالورقه والقلم والمسطره من الاخر. برضه ده مش صح خالص، علشان ببساطه انت لما بتبقى متضايق فكر معايا كده، هو في اصلا حاجه اسمها روبوت متضايق؟ الروبوت بيتضايق؟ ما بيتضايقش. الروبوت عنده مشاكل وعنده حلول، لكن مفيش حاجه اسمها متضايق. طب متضايق ده يعني ايه؟ متضايق ده يعني انا بني ادم، انا بشر، عندي مشاعر هي اللي شغاله دلوقتي فبتخليني متضايق. فما ينفعش بقى وانا مشاعري متضايقه قوي ومضغوط عليها تقوم انت مكلمني بالعقل والمنطق. مش هسمعك ومش هقتنع اصلا بكلامك حتى لو هو كان مقنع في اي حال من الاحوال. في شخصيه ثالثه بقى بامانه انا ما قابلتهاش قريب، وده مش حد من صحابي، بس في شخصيه ممكن تعلي عليك، ممكن تشوف انت متضايق من ايه وتقول لك ايه ده انا عديت باكتر من كده ومش عارف وعملت 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 والدنيا بتمشي ومش عارف ايه. يعني كده بيهون عليك. هو برضه بتبقى نيته حلوه، نيته ان هو عايز يفكك او عايز يهون عليك اللي انت فيه، بس ده بيبقى تأثير عكسي تماما يعني، علشان انت ما بتبقاش محتاج حد يستهون باللي انت فيه او يتفه منه. مهما كان اللي انت فيه ده او اللي انت مضايقك ده تافه بالنسبه لناس تانية، انت مش محتاج ده. انت ده هينرفزك وهيحسسك ان انت مش طايق الشخص اللي قدامك. فما تبقاش خالص الشخص بتاع اللي هو ده انا عديت باكتر من كده وفي ايه الدنيا حلوه، ما تبقاش الشخص ده خالص. في شخص بقى حلو جدا يعرف يهندلك ازاي؟ انت متضايق هيقعد معاك شويه وهيسيبك شويه، وهم هيقعد معاك هيسمعك كتير وهيخليك تجعر كتير وتزعق وتطلع كل اللي عندك، وفي الوقت ده هيكون مناسب قوي ان هو يطبل لك وان هو يحاول يفهمك. الناس دي بيبقى عندها الايموشنال انتليجنس عاليه قوي. يعني ايه ايموشنال انتليجنس بسرعه جدا؟ يعني ان انت بتبقى قادر تفهم مشاعر اللي قدامك حتى لو انت مش متوافق معاها، حتى لو انت مش موافق عليها، بس انت قادر تفهمه، قادر تحط نفسك مكانه وتشوف هو شايف الدنيا ازاي فتعرف تتعامل معاه. حاول بقى تبقى انت الشخص اللي بيهندل الدنيا كده، اللي بيتكلم لما يبقى المفروض يتكلم وبيسكت ويسيبك لوحدك لما يبقى المفروض يسيبك لوحدك. لو انت بقى قاعد كل ده وما سبتنيش لوحدي، اعتقد ان الفيديو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، ويا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. انا نسيت اقول لك تشترك في القناه في الاول الفيديو، ويا ريت كمان تعمل شير للفيديو لصاحبك اللي بيفكك بطريقه غلط. وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، وبس كده. السلام عليكم.